السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم قناة سلمى. إن شاء الله كده هنقول كده فكرة بسيطة بديل مكنة الزبادي. طبعا انتوا عارفين ان السحور بنحب فيه نعمل الزبادي، وعشان نوفر نعمل الزبادي في البيت. طريقته سهلة جدا وبتوفر معانا. بديل مكنة الزبادي، لو انت عايزة تشتري المكنة عادي، عايزة تستخدم البديل بتاعنا اللي هي الصينية دي، ان انت بتمليها مية سخنة. بس اول حاجة بتصبي فيها اللبن او الزبادي اللي هتعمليه كده في الكوبايات، وبعد كده بتجيبي ميه مغليه وبتصبيها كده حوالي نص الصينيه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بتفتح الفرن 5 دقايق وبتقفليه وبتحطي الصينيه فيها. ما كملتش خالص معايا 3 ساعات وكان الزبادي ربط معايا، لان كمان الجو حر والميه السخنه المغليه كمان اللي بتحطيها هنا، وكمان فتحه الفرن بتخلي الزبادي بيربط معاكي وعلى طول. هو دلوقتي انا مطلعه، لازم تحطيه، شوفوا الشكل، لازم دلوقتي تحطيه يعني ايه في التلاجة يربط اكتر واكتر لغايه السحور ان شاء الله. حبيت اعمل لكم الفيديو ده كمان ردا على الاسئله اللي بتيجي. في اسئله كتير بتيجي ازاي نعمل الزبادي من غير مكنه الزبادي، فالفكره دي ممكن تعمل الزبادي بسهوله. وكمان حبيت افكركم ان انا جهزت معاكم فيديو قبل كده طريقه عمل الزبادي الساده، وزبادي فراوله قطع، وزبادي المانجا. وكمان ممكن تعمل الزبادي باللبن المبستر والزبادي المبستر عادي، يعني مش لازم تعمليه باللبن البلدي. ان شاء الله كده تكونوا استفدتوا بالحلقه اللي هي البسيطه دي. بشكركم جدا، والى اللقاء مع وصفه جديده من وصفات سلمى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.